اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح أسوي سمك جري بالفرن. السمك مقطع بهالشكل هذا، غسلته نظيف. شوفوا شلون نظيف وعي الماء. والسمك لازم ينغسل نظيف. عندي خضرة راح أسويها ويا الخضرة: جزر، نوم، بصل، فليفلة حمرا، فليفلة خضرا. وراح أشوفكم الطريقة اللي راح أسوي بيها. وسع متابعيني، راح أضيف الملح وأضيف عصير ليمونتين وأضيف الكركم. ضفت الملح وعصير ليمونتين والكركم. متابعين، هاي بعد ما ضفت الملح وعصير الليمون وضفت الكركم، وراح هسه أعوفه 10 دقايق. قطعت الخضرة بهالشكل هذا: الجزر والبصل والفليفة الحمراء والفليفة الخضراء. هسه راح أتبل السمك مرة ثانية. عندي تتبيلة ثانية: البابريكا والكزبرة والزنجبيل، وراح أضيف له ماي بهالشكل هذا واخلطه. هاي خلطته زين، صار بهالشكل. هاي صينية الفرن، راح أضيف له الزيت، قليل من الزيت، شي قليل، وأضيف الخضرة. ضفت البصل وهاي الفليفلة الحمراء، وهاي الخضرة. خليت الخضرة بهالشكل هاي بالصينية. هسه بعد ما تبلت السمك بالكركم والعصير الليمون والملح 10 دقائق، ربع ساعة تقريبا. وسويت هذا الخليط: بابريكا وكزبرة وزنجبيل. شوفوا متابعيني، بهالشكل هذا، واخليها على الخضرة. بعد ما تبلتها المرة الثانية راح اضيف ماي التتبيلة مع الكركم والملح وعصير النوم، وارش عليه قليل من الزيت. وراح اسلفنه وادخله الفرن. متابعيني، كملت صينية السمك اللي بالخضرة واللي سويته بهالطريقة هاي. وسهمكم وسهمنا العافية.